السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي والبنك الأهلي، طبعا مجموعة اللعب على البطولة. 3 مباريات اتلعبوا النهاردة. الأهلي والبنك الأهلي مباراة يا جماعة تكتيكية على أعلى مستوى. بصراحة فرقة البنك الأهلي فرقة محترمة ومدرب محترم كابتن طارق مصطفى. في الدقيقة 21 قدر يحرز هدف. إمام عاشور الدبابة، إمام عاشور استلم وحط شماله طلقة في الثمانية. ثم هدف يوقع النور قبل ما ينتهي الشوط علشان الشوط يطلع 1-1. ننزل الشوط الثاني في حين بيراميدز آه، احرز طلع متعادل الشوط الاولاني واحرز هدف مع بدايه الشوط 1-0 لبيراميدز. ثم هدف ثاني بعدها ب7 دقائق، دقيقه 55 والدقيقه 66 الدقيقه 62، والماتش ماشي تعادل البنك الاهلي والاهلي. البنك مقفل كويس وبيشتغل على المرتده، ولكن النادي الاهلي ضغط بكل قوته. وفي الدقيقة 96، يعني في الدقيقة 95 و20 ثانية الدوري هيروح من النادي الأهلي. في الدقيقة 96، يا نهار أبيض، كرة عشوائية. بس هو النادي الأهلي موفق، يعني بأمانة موفق جدا 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 في الهدف بتاع النهارده، الهدف الثاني اللي هو بتاع وسام أبو علي. كرة عشوائية اتعملت في ال 18، راح طالع ساندها بدماغه ياسر إبراهيم لوسام، اللي هو والجرة حاططها من تحت البلعوطي علشان النادي الاهلي يحصد اغلى 3 نقاط السنه دي، وتنتهي المباراه 2-1 للنادي الاهلي، وتتبقى مباراه للنادي الاهلي والنادي بيراميدز. لسه المباراه اللي جايه هي اللي هتحسم الدوري للنادي الاهلي. لو فاز المباراه الجايه ملوش علاقه بنتيجه بيراميدز. اي تعثر للنادي الاهلي وفوز بيراميدز هنخش في حسبه ثانيه. بيراميدز كسب 2، وصل 51، وصل 53 بونت، والنادي الاهلي 55 بونت، ولسه مباراه الثالثه بقى اللي غريبه جدا، سيراميكا والمصري. طبعا احنا عارفين سيراميكا والمصري والبنك بيلعبوا على المركز الرابع. سيراميكا تقدم عن طريق اسلام عيسى بهدف في الدقيقه 9، ثم هدف ثاني عن طريق نفس اللاعب، ويطلع الشوط الاولاني 2-0 لسيراميكا. ثم الشوط الثاني هدف ثالث لبوبو، وهدف رابع لموكا. نتيجة تقيلة على النادي المصري 4-0 من سيراميكا، نتيجة تقيلة وغريبة أدهشتني بصراحة. النادي المصري ما يخسرش 4 من في سيراميكا، فرقة محترمة، بس المستوى متقارب جدا بينهم، والنقاط متقاربة. وبكده يتبقى مباراة غدا إن شاء الله، فاركو حرس الحدود، ويبقى ختمنا الجولة رقم 7. الجولة رقم 7 الأسبوع السابع، ويتبقى أسبوع وهو الفاصل في الهبوط وفي البقاء وفي حصد البطولة وفي الفرق اللي هتشارك في أفريقيا. ولكن يا جماعة عايز أقول ملحوظة مهمة. النادي الأهلي للأمانة، يعني للأمانة، لعيبته عندهم إصرار وعزيمة على المكسب في أي وقت. يعني أنا لما استنى اي حد بيبقى عنده تسرع وعنده اندفاع وعنده اخطاء كارثيه لما بيبقى مستعجل الفوز. انما انا في يعتبر اخر ثانيه ايه ده، ال5 دقايق اللي اداهم الحكم خلصوا، والدقيقه اللي اداها الثانيه دي اللي هو عشان حصل تغييرات في الوقت بعد ما ادى 5 دقايق، حصل تغييرات فقال هدى 40 50 ثانيه الحكم. في الوقت ده النادي الاهلي جاب الجول. فده نتاج اصرارهم وعزيمتهم ان هم يحصدوا البطوله المحببه اليهم، الدوري المصري. فمتبقي مباراه ان شاء الله نشوفها بكره تختم الجوله
نشوفها ان شاء الله ونتكلم عنها ونختم الجوله مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله.